بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ألف مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي لعب النهارده ماتش سيراميكا، كان تعبان قوي. معظم اللعيبة أنا كنت متخيل إن هو هيغير لعيبة كتير، يعني ننزل بثمان تغييرات في البتاع. ما هو اللي بره الملعب برضك لعيبة كويسة. مش الموضوع إن هم، بس الموضوع إن أنت تريح اللعيبه بتاعتك. يعني انا كنت متوقع ان هو يريح مثلا واحد عبد المنعم او ياسر ابراهيم، وهيريح محمد هاني، ويريح علي معلول، وينزل الدبيس، وينزل اكرم، وينزل رامي ربيعه. يعني فوجئت ان هو نازل بالدفاع كله. حتى كنت متخيل ان هو ممكن يلاعب شوبير، لقيته ملاعب الشناوي. ادي الشناوي طلع مصاب ونزل من نص الشوط الاولاني، ونزل بداله شوبير. وياسر ابراهيم في الاخر خالص، في اخر ربع ساعه او تلت ساعه، نزل ربيعه بدل ياسر ابراهيم. طلع متعور برضه. وطلع هو معلول، عشان كان معلول واخد انذار، ومعلول تعبان. معلول واضح في ارض الملعب ان هو تعبان، يعني كان المفروض يستريح. يعني احنا في وقت بنطلب ان انت ممكن تغير، وفي وقت ان انت بنقول ان انت ما ينفعش ان انت تغير. يعني قوة الماتش النهارده، ماتش كان قوي النهارده، ماتش سيراميكا. يعني انا مش ده فريق بيلعب في الدوري. مش ده فريق متكحرت من اي حد بيقابله. ده فريق جامد جدا، وفريق كويس وواقف على رجله وعنده لعيبه. هما النهارده كانوا اعتراضاتهم كتيره قوي على اعتراضات، مش عارف يعني هو بيهت الحكم ولا هو بيعمل ايه، انا مش عارف. هو لعب النهارده بضغط من اول الماتش، زي بردك الماتش اللي بتاع بطل البرازيل اما لعبناه. يعني في الشوط الاولاني ضغطنا عليهم قوي 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 قوي، جينا في الشوط الثاني ريحنا. النهارده بردك ضغطنا عليهم قوي قوي قوي، جينا في الشوط الثاني ريحنا. طب ليه ما تعمل بالوسط؟ مش شرط يبقى كده. انا مش بعدل، مش بقول انه على المدرب ان هو انا بعدل، لا انا ما بعدلش وراه، بس ده كان واضح لاي حد هو بيتفرج على كوره، واضح لاي حد بيفهم كوره، ان انت لازم تدخل. ما تدخلش بكل قوتك. انت النهارده ماتش لازم تلعب، لازم يطلع فيه فايز زي الماتش التاني بتاع بطل البرازيل. لا، يطلع فايز، يبقى انا العب بشيء متواصل، بحيث ان انا جاي من ثلاث مطوشه ذبح. يعني انا كنت بلعب في بطوله العالم، كنت لعبت ثلاث مطوشه ذبح، انا مقتول هناك وجاي. يعني حتى الاتحاد المصري ما عندهمش رحمه. يعني الفرق اللي راحت ومشيت من هناك في كاس العالم، بعد ما بتلعبنا، في فرق هتقعد شهر مش هتلعب غير في فبراير مريحه، في فرق مش هتلعب غير في يناير مريحه. احنا ليه الاتحاد المصري بيعمل كده؟ احنا مش بنلعب باسم الاهلي، احنا بنلعب باسم مصر. العالم كله بيشيد بينا، واحنا هنا بنضرب في بعض. كل البرامج اللي غير اهلاويه بيضربوا في الاهلي. ليه؟ حتى بدوي اللي ما كانش ليه، اللي لسه طالع اول امبارح، ما هولوش في اي حاجه في الكوره ولا اي حاجه، طلع عشان يتشهر وعشان يتعرف وعشان الناس تقول عليه بيضرب في الاهلي، ويقول لك الفريق الاهلي ده فريق عادي، والفريق الاهلي لا كان المفروض يتغلب، والفريق الاهلي عنده عيوب. انت مش انت اللي تقول الفريق الاهلي ايه. انت اصغر من ان انت تقول كده، اصغر من ان انت تتطاول على النادي الاهلي. خلينا نرجع، مش عاوزين ان احنا يعني ندي للناس ديت حقوق اكبر من حقها. الناس دي ناس عادية جدا، بس هو عارف ان هو ملوش لازمة وقاعد محدش يعرفه، وهو مجهول من المجاهيل. فعاوز الناس تعرفه، فهو بيضرب في مين اللي يعرفه؟ قال لك نضرب في الاهلي. هيضرب في الاهلي، العالم كله هيعرفه. هو بيشتغل طبعا عند ترك، فتركي طبعا بيديله فلوس، فبيقول له اضرب في الاهلي، فبيقوم ضارب في الاهلي. هو عبد الفلوس، زي ناس كتيرة قوي تديها قرش تعمل كل اللي انت عاوزه. احنا مش عاوزين، احنا ما بنتكلمش الكلام ده غير ان احنا بنقول للاهلي احنا بنحب الاهلي، احنا ما بنغلطش في حد، بس احنا بنوصف الناس اللي هم بيتطاولوا على النادي الاهلي. لا، الاهلي بقى مش لقمه طريه عشان ان انتوا تتطاولوا على النادي الاهلي. بالراحه شويه. ولو انت كان عندك
فكره وكان عندك مستقبل لاي حاجه، ورينا انت مستقبلك وورينا انت بتفهم في ايه. انت من ساعه ما طلعت وانت بتهاجم في الاهلي، انا ملاحظ الكلام دوت، انت دايما بتهاجم في الاهلي، ما تعرفش ليه، مش عارف ليه. هو انت عشان توصل، انا عارف انت عشان توصل. ما هو بعض الناس المجاهيل واللعيبه اللي هي ما حدش يعرفها، عشان تتعرف وتطلع على وش، يقول لك اضرب في الاهلي. اللعيبه اللي اعتزلت ومحدش بيكلمها ومحدش، فيضرب في الاهلي، فالبرنامج ده يشوف ان ده بيضرب في الاهلي، بيقوم جايبه مستضيفه وعامل له حلقه، يبدا ان هو يشوف ويقول انا عملت وانا سويت. لا، الاهلي مش لقمه طريه، الاهلي مش لاي حد يخبط فيه كده. الاهلي هو الزعيم بتاع افريقيا، الاهلي هو الزعيم بتاع العرب، الاهلي هو الزعيم، الاهلي هو غلب بطل اسيا اللي غلب بطل اسيا اللي قبل كده. يعني الهلال كان بطل اسيا، والاهلي غلب بطل اسيا اللي هو غالب الهلال. احنا غلبنا الاثنين ابطال السعوديه، الهلال بطل اسيا، وبطل اسيا اللي احنا لعبناه في بطوله كاس العالم اللي هو اراوا ده برضك احنا غلبناه، فغلبنا اثنين. احنا ابطال اسيا، احنا ابطال اسيا وافريقيا مع بعض. والزملكاويه خليهم يموتوا، خليهم يموتوا بحقدهم وبحسدهم وعينيهم الوحشه. كانوا بيقول لك على امام عاشور، امام عاشور نجم، كان بيقول لك امام عاشور نحس، خليه عندكم عشان تخسروا كل البطولات. مالكوش دعوه، مالكش دعوه، انت مالكش دعوه ان انت تقول ان امام عاشور وحش ولا ما. انت امام عاشور مشي من عندك واحنا خدناه، انت طردته واحنا خدناه، هو راح لك وانت قلت له تيجي لنا ببلاش. مفيش حاجه اسمها تجي لنا ببلاش. هو كان مرتضى منصور شادد السلخ على كل الناس، محدش كان بيقدر يتكلم مع مرتضى منصور. بس بعد ما مشي مرتضى منصور بقى كل نازل يذبح فيه. كان فين الرجاله ديت اللي ذبحت في مرتضى منصور بعد ما مشي؟ كانت تذبح فيهم لما يبقوا رجاله، كانوا يذبحوا فيه وهو واقف قصادهم، محدش كان يقدر ينفخ في وشه لانه كان بينسفه. الراجل هو اللي يبقى اللي قصاده يشتم فيه او يعمل فيه وهو موجود قصاده، انما بعد ما يمشي تقعد تضربه فيه وتعمله فيه. كان فين مرتضى منصور؟ هو اللي مشي، هو اللي مش عاوز امام عاشور، فالاهلي خده. الاهلي ما عندوش عيب في الكلام دوت. انا بشوف اللي فريقي عاوزه، وانا بعمل اللي فريقي عاوزه. فريقي كان عاوز امام عاشور، فاحنا جبنا امام عاشور. يعني احنا الف مبروك. وبقول للاهلاويه ما حدش يزعل من النادي الاهلي، ما حدش يزعل من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي راجعه من بطوله جامده جدا، واحنا فايزين بالمركز الثالث. احنا في ارقام قياسيه عملناها في البطوله ديت ما حدش عملها. النادي اللي جماهيره عماله تلقح كلام على النادي الاهلي ما راحش البطوله ديت في طول عمره. اقول له اما يروح البطوله ديت ويفوز بماتش واحد، ماتش واحد بس، يبقى يجي يكلمنا. هو عاوز له يجي 30 سنه 20 سنه على بال ما يوصل هناك. حتى البطوله اللي هي واخد فيها 32 فريق السنه اللي جايه سنه 25 هو مش فيها، من الفشل اللي هو فيه. واحد ما طلعش على منصة البطولة بقاله 20 سنة، جاي انت بتتكلم في ايه؟ انت جاي تحط راسك براس الاهلي؟ الاهلي ده عمك وسيد راسك. اما تيجي تتكلم عن الاهلي اتكلم عن اللي يقدك. الاهلي مش قدك عشان انت تتكلم عنه. ونقول في الاخر السلام عليكم ورحمة الله.